Voilà, une première mi-temps, disons qui s'est terminée un partout. انتهى بنتيجة متعادلة 1-1، وشوط ثاني كان أصعب شيئا ما. كيف رأيت هذه المباراة وكيف عشتها؟ أنا أرى أن لعبنا مباراة جيدة في العموم، لم نكن أغبياء ولم نكن ساذجين. ولا تنسى أن المباراة لعبت على ضربة جزاء، وهذه ضربة جزاء نعتبر أنها صعبة جدا وقاسية، ولكن في العموم لعبنا مباراة جيدة. فؤاد بالنسبة لضربة الجزاء التي صفرها الحكم، أنت كنت قريب، ماذا تعتقد، ماذا ترى؟ بالنسبة لي أنا ليس هنالك ضربة جزاء، ليس هنالك ضربة جزاء، ولكن هو أخذ هذا القرار في ضميره وبينه وبين ضميره. هذه المباراة في الحديقة بهذا الجو وهذا الحضور الجماهيري يختلف عما تعرفه في المباريات الأخرى. لعبتها في بارك؟ طبعا اليوم نحن نعرف أن هنالك كثير من الملاعب خاصة جدا مثل البارك ومثل الفيلودروم في مرسيليا. مباراة هذه تصلح لها كرة القدم. الطقس كان حار جدا، نعم كان حار جدا، وأنا عرقان لحد الآن. شكرا. عودة إليك هشام.